أهلاً، وهنسمعك بتحدث بلغة عربية أصيلة. أنا اسمي هالة، عندي دلوقتي 35 سنة، متجوزة بقالي 7 سنين. جوزي من أول ما اتجوزنا كان راجل طيب وبسيط، وكنت فرحانة بحياتي معاه. لكن بعد فترة ابتدى يحس إن الحياة صعبة، والدنيا مش ماشية زي ما كان متوقع، وقرر يسافر أوروبا عشان يدور على شغل أحسن ومستقبل جديد. وأنا يوميها حسيت إن قلبي اتكسر. سابني من غير عيال ومن غير حد يسندني، وأنا أصلاً يتيمة، أمي وأبويا متوفيين من زمان. ما كانش ليا غير أختي الكبيرة اللي متطلقة وعندها عيالها، بنت وولد اسمه ياسر. في الأول اترددت أعيش معاها، لكن هي أصرت وقالت لي تعالي عيشينا ونعيش معاكي بدل ما تبقي لوحدك. وفعلا رحت عندها. هي كانت ساكنة في دور فوق وأنا أخدت الدور اللي تحت. كده ابتدى فصل جديد من حياتي. كنت دايما قريبة من ولادها، خصوصا ياسر، لأنه من يوم ما اتولد كان ضعيف البنية، وكنت أنا اللي بهتم بيه من كل حاجة. حتى الرضاعة كان مش بيتقبلها من أمه، وأنا اللي كنت بأكله الحليب الصناعي واهتم بيه في كل تفصيلة، لدرجة إنه كان بيناديني ماما. حسيت إنه ابني اللي ما جبتوش من رحمي. ومرت السنين، 10 سنين وأنا عايشة عند أختي، وجوزي بعيد عني يبعتلي فلوس كل شهر، لكن قلبه ما كانش معايا. سمعت من ناس يعرفوه إنه هناك عايش حياتهم غلط، سهر وشرب ونزوات، وأنا قلبي يتقطع، بس كنت أقول يمكن يتغير ويرجع لي. أما أختي كانت دايما مشغولة في عالمها، موبايل ونت وكلام وضحك، وأنا اللي شلت مسؤولية العيال، ربيتهم كأني أمهم الحقيقية. وياسر بالذات كان أقرب لقلبي. كبر ياسر قدام عيني، بقى شاب في سن المراهقة، بس في عيني كان لسه الطفل اللي حضنته وربيته. كان يضحك يقول لي خالتي أنا كبرت مش طفل، وأنا أرد أقول له مهما كبرت هتفضل عندي صغير. لحد ما جوزي رجع بعد 10 سنين. رجع وهو مش هو، رجع مريض وتعبان، والسنين اللي ضيعها في الغربة مأثرة عليه كتير. عشت معاه فترة قصيرة، بس ما قدرتش أحس إنه هو نفس الراجل اللي حبيته. واتفاجأت بيه تاني بيقول عايز يسافر تاني. ساعتها قلبي اتكسر، قلت له وجودك زي غيابك، وسافر تاني. المرة دي مرجعتش لبيتي، قفلت عليه ورجعت بيت أختي مكسورة. هناك لقيت ياسر بيحضني ودموعه في عينيه، يقول لي ما تسيبناش تاني يا خالتي. حسيت إنه السند الوحيد اللي بقيلي. ابتديت أركز حياتي كلها عشانه وعشان أخته. كنت بقف معاه في دراسته، أدعيله في كل امتحان، وأحس إنه فعلا ابني اللي ربنا بعتهولي. كان يقول لي دايما أنتي أم التانية، وأنا كنت بفرح وبزعل في نفس الوقت. بفرح عشان بحس بقيمتي، وبزعل عشان عمري ما عرفت طعم الأمومة. أختي مع الوقت ابتدت تحس إن ابنها بقى أقرب مني ليها، وكانت ساعات تقولي أنتي أخدتي مني ياسر، وأنا كنت أرد عليها وأقول لها أنتي اللي سايباه وأنا ماليش ذنب. لحد ما حصل بينا خلاف كبير، ومن يومها بقت تعاملني ببرود، بس أنا ما اهتمتش، لأن ياسر فضل زي ما هو ملازم ليا وأقرب ليا. ومرت الأيام ومرضت مرة تعبني، قعدت في السرير أسبوع كامل، ولا لقيت حد يسأل عليا غير ياسر. هو اللي كان يطبخ ويجيب لي دواء ويقعد جنبي. كان يقول لي لو كنتي أمي الحقيقية ما كنتش هعمل معاكي أكتر من كده. حسيت ساعتها إن ربنا عوضني فيها عن كل حاجة ضاعت. ياسر كبر ودخل الجامعة وبقى مهتم بدراسته، ونجح ودخل هندسة. فرحتي بيه ما تتوصفش. حسيت إني شايفة زرعي بيكبر قدامي، وبقى راجل يعتمد عليه. وفضل مهما كان مشغول يخصص وقت يقعد معايا يحكي لي عن يومه وأحلامه. كنت بحس إني ملكة الدنيا. وفي يوم جه مهموم، قال لي إنه حاسس بالذنب ناحية أمه، لأنه بيحبني أكتر منها، وقال لي أنا مش عارف أعمل إيه. احتضنته وقلت له يا بني، أنا عمري ما أخدت مكانها، أنا بس كنت معاك وقت ما كنت محتاج، وده مش معناه إنك ما تحبهاش. ادعي ربنا يصلح بينكو.